بطلعش حلوه فيه. بيتهيألك والله، بيتهيألك تزوي القمر كلكم والله، بيتهيألك. انا عايزه اسال بس عن ايه اهميه الانجليزي في الدراسه؟ والله انا ما اعرف، لسه ما دخلتش في الدراسه. لا مهمه جدا طبعا، وده هو عندنا الاساس، اساسي الانجليش لازم، وهو اكتر الوقت واخد كل وقتنا. يعني العربي لا، والماس برضو لا، الانجليش واخد كل الوقت. وعندي انا الولاد بيحبوا الانجليش جدا اكتر من الماس، اكتر من العربي بكتير. فعلا بتحبوا الانجليزي اكتر ولا العربي؟ ردي يا كوكي. قولي يا كل واحد يقول بيحب يا ايه. كوكي، مش بتحبي الانجليش اكتر؟ بحب الانجليش، بحب العربي. برافو عليك. الانجليش والماس بس. وانتوا؟ فيري جود. الانجليش والماس. ادم بتحب ايه؟ العربي والانجليش. برافو، فيري جود. بس انت مش شايفه ان العربي اهم؟ اكيد، بس هو سخيف شويه. بس دي لغتنا، لغه بلدنا. ما هي لغتنا، بس الالف ب بتبقى صعبه اصلا عليهم. يعني انا بنتي لحد دلوقتي ما تعرفش الصاد. بس هتعرفي الصاد والضاد، بس هي مش شاطره فيه، ما لا اعرفش. بس انا بقى عندي هو فعلا الانجليش العربي مهم جدا، لان هي دي اللغه اللي هم بيتكلموا بيها، دي الاساس. بس الفكره كلها ان احنا في المدرسه بنتعامل ان احنا علينا لود من الانجليش اكتر. يعني هم بياخدوه اكتر، بياخدوا قصص اكتر، بياخدوا الهومورك بتاعهم في الانجليش اكتر. فهو ده اللي مصعب عليهم ومخلينهم مهتمين بيه اهتمام اكتر من العربي. يعني كل المذاكره وكل الوقت انجليش بس. فهي لما هيكبروا ونظام التخرج وكده، كل اللي هيبقى مطلوب منه اللغه بتاعته الانجليش، فرنساوي كده، مش هيبقى فيه عربي اساسي اصلا. هم دول اللي هو بيدوروا عليه يعني في السي في بتاعه وفي الشغل بتاعه كده. بس ده صح؟ لا هو ده غلط طبعا. قولي تاني بقى، عيدي تاني الجمله دي. البلد دي، بس هي البلد هي اللي محتاجه كده، هي البلد اللي عامله فينا كده. مفيش اي شغل اصلا لو قدمت سي في بالعربي مش بتتقبلي فيه اصلا. واول حاجه بيدوروا عليها هي الكورسات والانجليش، وانت واخده كورس منين وبتتكلمي ازاي وطريقه الكلام. دلوقتي مش مهم قوي بقى، لازم فرنش في لغات اكتر وحاجات كمان تانية محتاجينها دلوقتي غير الانجليش. وهم اصلا في المدرسه عنده بيبقى بحس ان هو بيحب الانجليش اكتر، بيستسهلوا كتير جدا عن اللغه الثانيه العربي وكده. لا المهم بحب الاسماء اكتر. هي بتحبي الايه؟ ميس اسماء دي. وانت بتحبي ميس دعاء اكتر بتاعت العربي؟ لا صح؟ قول لها بتحبي الانجليش والماس ولا بتحبي ايه؟ بحب الانجليش والماس بحب العربي والانجليش. تحبي مدرستك؟ لا ليه؟ ده بقى في مدرستي عشان بحب العربي والماس والانجليش، عشان بحب الانجليش والماس بس. طيب بتختاروا المدارس ازاي بقى؟ انا اخترتها بناء على بنت عمي، ان انا لقيت ابنها شاطر فيها، فعرفت ان المدرسه كويسه من الهوم ورك بتاعها، من الاكتيفيتيز اللي فيها كده يعني. بس عشان انا اخترت المدرسه كنت بدور في مكان معين بس في الزمالك، لان هو اقرب حاجه للبيت عندنا. فلما كنت بسال على المدارس، فبالنسبه يعني انا برضو ليا ليميت في اختيار المدارس، مش برضو عايزه انترناشونال، مش عايزه امريكان والحاجات دي، كنت عايزه حاجه تبقى لغات بس حاجه كويسه. فسالت يعني وكده وقالوا لي ان مستوى المدرسه اللي هو فيها كويسه يعني، وفعلا جربتها كي جي 2 كويسين. ليه ايه اللي هي في شارع 16 يوليو؟ لا اللي في احمد حشمت متهيألي. اللي هي ايوه هي في الزمالك. في الزمالك ومش عارفه في الزمالك اللي هي جنب سفاره الجزائر. ولا في الزمالك. وانت في الزمالك برضه؟ ما انتوا ساكنين فين؟ كلهم في نفس المكان. بعيد؟ ساكنين بعيد؟ لا احنا ساكنين في شبرا، قريبين من المدرسه بس. لا في الزمالك. قلت لك قريبين جدا، مفيش داعي بقى عشان ليه؟ انت كنت مش هجيبها، ما تقلقش. مامي عشان انت اصلا كنت معاكوا على الخط، انا معاكوا على الخط. مامي خلي بالك انت كنت عايزه اقول لك. لا واحنا اصلا قال لك التربيه القوميه. ان احنا كلنا كنا ساكنين في شبرا وكده، احنا برضو مدرستنا كانت في الزمالك، بس احنا كنا في كليه البنات كلنا. فيعني غالبا المدارس هناك التعليم بتاعها متوسط، ولا منه اوفر قوي، وبرضو التعليم كويس، يعني مواجبين شويه. وطبعا اكيد مش زي المدارس الثانيه الانترناشونال الغاليه جدا جدا. بس لا وبنعمل سيرش وحاجات. لا وفي مدارس انترناشونال استحاله يكونوا بيهتموا بالاطفال زي على فكره، رغم ان سعرها حلوه قوي. استنى يا دوزي.